إكسبريس اف ام تزيد في القيمة. كل واحد نجم يعتبر اللي يحب، لكن سامي الفهري محال على القضاء من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاستيلاء، المشاركة في الاستيلاء على أموال عمومية. وسامي الفهري تمتع بحقه في الدفاع على نفسه كيف غيره من التوانسة، واتخذ في حقه قرار بالإحالة على دائرة الاتهام طبق القانون وفي إطار الشرعية التامة، ولم يطعن أحدا في إجراءات بحثه والاستنطاق، ولم يطعن أحدا في جدية الاتهام الموجه إليه، ولو أنه مش من حقي باش نعبر على رأيي في الأصل. سامي الفهري اتهامه كان سابق لوجود هذه الحكومة، وكان سابق لتحمله لمسؤولية وزير العدل والجهات القضائية التي تعهدت بقضيته هو وغيره، كيف عدد كبير من المواطنين التوانسة المتهمين بجرائم الفساد على علاقة بالنظام القائم، وهو موقوف بموجب قرار قضائي، ولا يجوز الإفراج عليه إلا بموجب قرار قضائي من السلطة القضائية. ومسألة الإفراج على الإيقاف المتهمين في قضايا أو الإفراج عليهم هذه من علائق القضاء ولا علاقة للسلطة السياسية بها، واللي يحب يعتبر نفسه سجين سياسي على خلاف. في هذا الوقت نقولوا إذا كان متهم بنهب أموال الشعب سجين سياسي، ما لا شكون استجين المش سياسي في البلاد. على كل حال من حق أي مواطن باش يدافع عن نفسه ويحاول يبرئ ذمته من أي جريمة تنسب له، لكن الدفاع عن النفس يجب أن يكون في إطار القانون وأمام المحاكم. وانتماء أي مواطن تونسي للحكومة أو للحزب الحاكم أو للإعلاميين أو لنقابة أو لحزب معين أو لجهة معينة لا يعفيه من المساءلة ولا يعطيه حصانة تجاه القانون. ومفروض في ظل دولة تحكمها ثورة وتحكمها مبادئ الثورة أن يتساوى الجميع أمام القانون. وأول شرط من شروط المساواة أمام القانون أن لا يسمح لأحد من يفلت من العقاب لمجرد أنه صحافي أو سياسي وينتمي لحزب حاكم أو إلى قطاع منها عنده حضور كبير على مستوى النقابة.